البطاطس او الطعميه اللي انت بتشتريها من بره ممكن تكون سم بيقتلك بالبطيء، وقبل ما تنفعل اصبر لاخر الفيديو هقنعك بكل حاجه. بس قبل ما احكي لك الحقيقه، يا ريت لو انت تعرف حد خايف على صحته ابعت له الفيديو ده، لان انا متاكد انه مهم لكل الناس. الزيت اللي موجود في المحلات او المطاعم اللي بيتحمر فيه سواء فراخ طعميه او بطاطس، الزيت ده لما بيتحمر اكتر من مره في مواد كده بتنتج اسمها الفري راديكال او الجذور الحره، والمواد دي بتتكون نتيجه لتكسير جزيئات الزيت. الفري راديكالز بقى عباره عن مواد مجنونه حرفيا. المواد دي مش مستقره، بتخش جوه الجسم بتاعك وتبدا تبوظ اي حاجه. الدي ان ايه بتاع الخليه، البروتين، الدهون اللي موجوده في جسمك، كل ده بيبوظ، ونتيجه لده الحمض النووي اللي موجود في الخليه بيبوظ. ولما يبوظ خليه ورا الثانيه ممكن في خليه كده من الخلايا ديت تعمل طفره، ولما تعمل طفره تبدا تنقسم انقسامات عشوائيه وبسرعه جدا على عكس باقي الخلايا الطبيعيه بتاع الجسم. ومن هنا بتبدا تظهر الخلايا السرطانيه، لان زي ما احنا عارفين ان السرطان بيظهر نتيجه للانقسامات العشوائيه والسريعه للخلايا بتاعت الجسم عن المعدل الطبيعي بتاعها. العمليه اللي جواها الفري راديكالز دي اللي احنا بنقول عليها المواد السامه، لما تخش جوه الخليه وتبدا تبوظ الدي ان ايه بتاعك، العمليه دي اسمها الاجهاد التاكسدي، بمعنى ان الخلايا بيحصل لها اكسده بصوره كبيره وسريعه فيحصل اجهاد نتيجه للتاكسد ده. عشان كده بننصح الناس تاكل فواكه غنيه بمضادات اكسده زي الفراوله والجوافه والبرتقال، ونبعد الناس على طول عن الاكل المحمر، خصوصا بقى لو الزيت ده معاد استخدامه اكتر من مره. لان المصيبه هنا لما نعيد استخدام الزيت اكتر من مره، المواد السامه اللي هي الفري راديكالز دي بتبدا تتضاعف. يعني في اول مره استخدام للزيت ده ممكن يطلع لك 2 فري راديكال، المره الثانيه للاستخدام بيبقى 4، والمره اللي بعدها 8 وهكذا. فانت كده حرفيا بتدخل السموم جوه جسمك. ومع وجود كميات كبيره من الفري راديكالز في مكون جديد ماده سامه برضه اسمه الاكرولين. الاكرولين ده عملوا عليه دراسات وابحاث لقوا انه مرتبط ارتباط مباشر بالسرطان والالتهابات المزمنه. واحنا عرفنا ازاي بتحصل اصلا الالتهابات دي. بالمناسبه الاكرولين ما بيطلعش بس من الزيت معاد استخدامه، ده كمان بيطلع كمنتج ثانوي من التدخين، ويبقى منتشر في المناطق الصناعيه اللي الهواء بتاعها ملوث، وموجود كمان في المناطق اللي بتتعرض لاشعاع. عشان كده تلاقي الناس اللي تعرضت للعوامل دي نسبه حدوث السرطان عندها عاليه جدا، واديك عرفت السبب من اسباب السرطان المباشر. فانت هنا بايدك تمنعه، لان انت دلوقتي عرفت ان مش بس الطعم اللي بيتغير، لا ده كمان في مواد سامه بتنضاف لما تشتري سندوتش بطاطس مثلا او سندوتش طعميه، او حتى تروح تشتري من مطاعم الفرايد تشيكن وانت فاكر كده ان انت بتاكل حاجه راقيه. لا ده للاسف لو المطاعم دي نظيفه جدا وانت واثق من مصدر الفراخ او مصدر الحاجات اللي انت بتاكلها، الزيت نفسه بيستخدموه على مدار اليوم كله. دي لو مطاعم نظيفه، فبالك بقى بالمطاعم التانيه اللي ممكن تلاقي الزيت بيستخدموه اكتر من مره واكتر من يوم. انت متخيل كميه المواد السامه اللي انت بتدخلها جوه جسمك وانت للاسف فاكر ان الاكل اللي انت بتدخله قيمته الغذائيه عاليه، ما تعرفش ان انت بتاكل السم بايدك. فمن الاخر عايزك تطلع من الفيديو ده بحاجه واحده: الزيت ما ينفعش نستخدمه اكتر من مره، هو الاستخدام مره واحده بس. واياك ثم اياك انك تاكل اكل من بره ما انتش عارف المصدر بتاع الزيت بتاعه. ولو انت بتشتري طعميه جاهزه، الافضل انك ما تشتريهاش من مطعم، تشتري المكونات واعملها في البيت. على الاقل هنا تستخدم الزيت مره واحده، لان انت هنا صحتك تستاهل. وخلي بالك لو انت من الناس اللي بتقول انا بقالي كتير باكل من بره وما بيحصليش حاجه، لا انت لغايه دلوقتي ربنا سترها عليك. اجسامنا كلها مش زي بعض، يعني جسمي ممكن يتخلص من الفري راديكالز بسهوله جدا، في اجسام تانية جيناتها ما تقدرش تستحمل الكميات الكبيره من الفري راديكالز دي، وهنا ممكن تقلب معاهم بسرطانات وما يقدروش يلحقوا نفسهم. في الاخر بقى مش محتاج اقول لك تاني، ابعت الفيديو لاي حد يعز عليك.